ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هوريكم منطقة من احلى المناطق اللي احنا عرفناها في اسطنبول. هو حي اسمه كوزجنكوك. المكان ده احنا فعلا اكتشفناه بالصدفة عن طريق جوجل مابس، ومفيش اي حد قال لنا عليه. عرفناه بالصدفة وعرفنا ان هو شبه قوي حي بلاط، بس يمكن يكون هو احلى منه كمان. المكان ده من كتر ما هو حلو احنا عارفين الفيديو ده تقريبا ما كناش بنتصور ولا بنتكلم من كتر ما احنا كان عاجبنا المكان جدا، وهتشوفوا ده بنفسكم. الفيديو اغلبه احنا بنتمشى في المكان، مشينا كتير جدا بجد، كنا مستمتعين بطريقه مش طبيعيه واحنا بنتمشى. احنا قضينا في المكان ده حوالي 4 ساعات بس بنتمشى. فشوفوا الفيديو وقولوا لنا رايكم. المكان اللي يعقد ده حاجات شكلها فظيعه. الحاجات اللي بتتخبز والكيكس هنا استثنائيه. وزي ما قلت لكم ان احنا اصلا ما نعرفش اي حاجه في المكان ده، في رجلينا هي اللي ممشيانا. فاحنا ماشيين لقينا زي بارك كده اسمها كوزجنكوك بستاني. انا ما اعرفش ان اصلا منطقه صح ولا لا. فدخلنا، هي واضح ان هي بارك كبيره كده، الناس بتدخل تتصور جوه، فيها شجر كتير وكده. فشوفوها معانا. ايه الله، جميله قوي، جميله. الحته اللي فوق دي احنا ما قلناش احنا فين اصلا. احنا في مكان مبهر بصراحه، انا مش عارفه اتكلم ومش احنا هيبين بدأنا في اليوم الفيديوهات ولا هيبين في مستحيل. اي حاجه. مستحيل يبين الجمال بصراحه. احنا جينا في، والله العظيم نسيت. احنا في مكان يعني تعتبر ايه، قرية او جزء، مش عارفة هي تعتبر قرية ولا يعني لوحدها، بس هي عامة بعيدة شوية عن الحتة اللي احنا قاعدين فيها. هي عند البوسفور، بس يعني هي تعتبر في اسطنبول، بعيدة شوية عن ايمينونو اللي احنا قاعدين فيها، بس مش عارفين هي تعتبر ايه الصراحة. هي بعيده ساعه تقريبا عن ايمينونو، اسمها كوزجنكوك. زي مثلا الناس اللي ساكنة في مصر الجديدة ما تروح اكتوبر، نفس الفكرة يعني، مكان بعيد. حي كبير قوي اسمه كوزجنكوك، والحي ده دلوقتي احنا طلعنا منه ودخلنا اللي هو الحلو قوي ده، البستان بتاعه. وده البستان اللي المفروض ان هي زي جنينة المكان تقريبا يعني. بس فيها انواع زرع كتير، كل مربع فيه الزرع بتاعه مكتوب عليه اسمه. هو حاجه حلوه قوي، المباني كلها الوان، بعض الوان كتير جدا. هو المكان القرية دي او ايا كان الحي ده مش طبيعي يعني، جميل بشكل مش طبيعي، بالظبط زي كأنك دخلت بنترست. كل حاجة الوانها جميلة، والناس حلوة، والاكل حلو، والبروفيترول تحفه قوي. في حاجات اصلا بننسى نصورها من كتر ما بتكون جميله بزياده بصراحه، الواحد بينسى نفسه اصلا، زي البروفيترول اللي في القمر ده. انا والقمر في كونكوجس نسيتني والله، كنت حافظاها من دي. كونجوك هي على 3 حتت. كونسوجوك كونجوسكوك كونجسكوك كونجوسكوك كونجسكوك كونجسكوك القمر. مكان يليق بليلي فقط، اونلي يليق بالقمر دي. المفروض هي تعيش في المكان ده لوحدها. يا ريت هكون سعيده، ايه هكون مجنون، هيفيدها احنا بجد. في البستان بس كده. بجد لسه في فوق حاجة تحفة.
اوه واو. الريحة هنا فيها أعشاب صح؟ اعشاب جدا. أنا حاسة إن في حاجات مزروعة فيها شبه الريحان كده، مش عارفة بس مش ريحة الشجر العادي. في ناس فرشة وقاعدة فوق هنا. دول رايقين أكتر من كده. الألوان في كوزجونكوك دي مش طبيعية، بيختاروا ألوان تحفة. هي دي المنطقة، وكل بيت جنبه بيت مختلف عنه، وما تتضايقش من اختلاف الألوان أبدا. كده خلصنا البارك بتاعتهم، وهي ما طلعتش طبعا احسن حاجه بالنسبه لكام لكذا بارك كده رحناهم، كانوا حاجه فظيعه جدا، فدي بالنسبه ليهم عاديه. ف هنشوف هنعمل ايه بقى، هنعمل ايه دلوقتي. ممكن نطلع بقى نشوف مول بقى ولا نشوف ممكن، او ناكل. انا جعان. انا عايزه اشرب اي حاجه. البروفيترول ده جوعني اكتر. انا بصراحه عايزه قهوه. انا البروفيترول جوعني جدا، اصلا عايز اكل كتير، والدنيا حر النهارده غريبه. في ايه مش من فاهمه. كام يوم كان في تلج، النهارده حر شديد. جنان رسمي. غريبه، جنان رسمي دي قليله. بس بيطلعوا وياكلوا فوق البلكونات. ممكن يكونوا حاطين لهم اطباق فيها اكل. بحس ان ايه ده، عم في بيت اصلا بيت للحمام. ايوه. كيتشن اند كوكيز. ده ايطاليان، ده اكل ايطالي. بص دي حلوة قوي الصغيرة دي، جميلة صح؟ ناخد واحدة. كوتشن كوك. ماشي ناخد الكوتشن كوك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش سبسكرايب ولايك، واستنوا الفيديو بارت 2.